كلنا عارفين الفرق العربيه، الفرق العربيه خلاص الاهلي تعادل مع انتر ميامي، الترجي خسر 2-0 قصاد فلامينكو، كان ماتش وحش قوي للترجي، وحش قوي بجد للترجي. على الاقل الاهلي كان بيجيب هجمات رايح جاي، كان ممكن يخسر كان ممكن يكسب. الترجي كان وحش قوي، فلامينكو اقوى بكتير قوي من الترجي، وكان في فرق قوه رهيب جدا بين الاثنين. فالماتش 2-0 كويس ان هو خلص 2-0، كان ممكن يخسر اكتر من كده. لا تقريبا الترجي ما عملش غير بهجمه واحده بتاعت يوسف البلايلي تقريبا. ناقص عندك العين والوداد والهلال، هيعملوا ايه؟ الوداد هيقابل يوفنتوس، يعني عندك الوداد تعاقدوا مع عمر السومه بس مش هيلعب اول ماتش عشان لسه الفيزا بتاعت امريكا ما طلعتش، اول حاجه غلط. طب يوفنتوس على فكره السنه دي مش قويه، يعني يوفنتوس السنه دي مش اقوى في الدوري الايطالي خالص، عاملين موسم كارثي في الدوري الايطالي. وداد يقدر يعملها صعبه، يعني ممكن نقول مثلا وداد ممكن يقدر يعملها نسبة 30 ل 70%، يوفنتوس 70 و30 للوداد. بس لو الوداد واثق بحاله، واثق بفرقته، ويقدر يلعب على التحول الهجومي السريع، يقدر بهجمه مرتده واحده يجيب جول، يقدر يجيب في يوفنتوس. بس الاهم من كده ان هو ما يدخلش في جول من يوفنتوس، اهم من ان هو يجيب جول ان هو ما يخش في جول في يوفنتوس. على الاقل لو ما كسبش يطلع بنقطه تعادل هتفيده جدا في الفتره اللي جايه. هو اصلا الوداد ربنا يكون في عونه نزل في مجموعه قويه جدا فيها يوفنتوس، فيها مانشستر سيتي، يعني فيها عملاق بامانه، يعني بامانه ربنا يكون في عونه. ماتشات الصراحه تقيله جدا. عندك بقى الماتش الثاني، عندك العين ومانشستر سيتي، ده بقى ماتش هنشوف المدافع العملاق المصري رامي ربيعه هيعمل ايه. العين السنه دي عامل موسم كارثي، موسم صفري ما جابش فيه اي حاجه. مانشستر سيتي موسم صفري، يا دوبك اتاهل بالعافيه للشامبيونز ليج. كل ده مشاكل. جوارديولا بدا يجيب صفقات، بس كده اصلا مفيش فرق بين، يعني الكواليتي اصلا رهيب من مانشستر سيتي للعين. فاعتقد الماتش ده ممكن يخلص 2-3 لمانشستر سيتي مستريح. والعين اتمنى ان هو ما يعني يحاول انه يطلع بتعادل، لان مستحيل يكسب بفرق الامكانيات الرهيب ده، مستحيل طبعا يكسب مانشستر سيتي. فاتمنى ان هو ما يطلعش بسكور كبير، يخسر بسكور كبير، يخسر بس 1 أو 2 او يطلع بتعادل، يبقى عمل انجاز تاريخي بامانه. الماتش الثالث هو بقى الماتش انا منتظره، الماتش انا شايف ان هو هيبقى قوي جدا. ريال مدريد بقياده الونسو، بصفقات اليكس ارنولد، بالصفقات بتاعت ارنولد، واللي جابوا واد تاني مش عارف اسمه كده في الدفاع، بداوا يقووا الدنيا. ريال مدريد جاب موسم صفري ولا دوري ولا جابوا اي حاجه السنه دي، كانوا كارثه مع انشيلوتي، مع بقى مدرب جديد ودنيا جديده. بس الهلال مش فرقه قليله، الهلال اقوى فرقه في المنتخبات العربيه، قيمتها الاوروبيه قويه جدا. ممكن ما يقدرش ان هو يكسب الريال، بس ممكن بيقدر يطلع بتعادل مع الريال لو فعلا اللعيبه سدت حيلها. لا معاه لعيبه في خط الهجوم يقدروا يتعادلوا، يقدروا يعملوا ماتشات قويه. الهلال السنه دي عامل موسم صفري من كل شيء. انا توقعي ان الماتش بتاع الهلال والريال، اتمنى فوز الهلال، بس اتوقع ان ممكن يطلع بتعادل. الهلال ممكن يعمل مفاجاه وتطلع بتعادل. انا شايف الهلال فرقه قويه جدا، لو ركزت فعلا ممكن تعمل حاجه. الدول العربيه الصراحه واقعه في مجموعات صعبه جدا، بس الاهلي خلاص تعادل في اول جوله، الترجي خسر من فلامينجو. مستنيين طبعا نشوف الوداد والعين والهلال، بس شايف اقرب فرصه ليهم يطلع بتعادل هو الهلال. الوداد اعتقد برضو ممكن يعمل نتيجه كويسه مع يوفنتوس لو فعلا شد حلو، بس يوفنتوس برضو الامكانيات برضو واضحه، بس يوفنتوس السنه دي وحش جدا. اتمنى الانديه العربيه تعمل يعني على الاقل حتى نادي عربي من الانديه العربيه كلها واحد بس حتى يتاهل، يبقى احنا بنتقدم خطوه. اما لو كلنا طلعنا هتبقى مشكله جدا. انا شايف المجموعه اقرب مجموعه ان يقدر يتاهل بيها الهلال، اكتر فرقه ممكن تتاهل بين مجموعتها ما فيهاش غير ريال مدريد القوي، والفرقتين التانيين الهلال اقوى منها ويقدر يكسبهم، حتى خساره تعادل من الهلال هيقدر يكسب الماتشين اللي بعدهم كويس جدا. فاعتقد الهلال اوفر حظا ان شاء الله، والاهلي المصري تاني واحد ممكن يتاهل. اما الوداد والعين هو يعني الموضوع صعب جدا، والترجي مع خساره اول ماتش الموضوع بقى شبه مستحيل بالنسبه لهم. الاهلي لسه في امل لان مجموعته كلها اتعادلت، فهنشوف لسه الدنيا فيها ايه. اكتب تحت في الكومنت شايف في اي نادي عربي يقدر يتاهل من دور المجموعات، ولا شايف الموضوع هيبقى صعب جدا؟ اكتب تحت في الكومنت. سلام.